إزاي تقدر تحلل قائمة المركز المالي لشركتك أو مشروعك بكل سهولة؟ النهارده هنشرح إيه هي قائمة المركز المالي وليه مهمة، وإزاي الملف الجاهز اللي عملناه هيوفر عليك وقت ومجهود ويطلع لك كل المؤشرات المالية اللي أنت محتاجها في ثواني. تابع معايا للنهاية علشان تشوف إزاي تقدر تستخدم الأداة ديت في شغلك. الجزء الأول، مفهوم قائمة المركز المالي. خلينا نبدأ بأول سؤال، إيه هي قائمة المركز المالي؟ ببساطة هي واحدة من القوائم المالية الرئيسية اللي بتوضح الموقف المالي لأي شركة، وده في وقت معين. بتتكون من 3 حاجات رئيسية: الأصول اللي هي الأسيتس، ودي الحاجات اللي الشركة بتملكها، والالتزامات اللايبيليتيز، ودي الحاجات اللي الشركة مديونة بيها سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وكمان حقوق الملكية الإيكويتي، ودي بتوضح قيمة الشركة بعد خصم الالتزامات من الأصول. طيب ليه القائمة ديت مهمة؟ القائمة ديت مهمة لأنها بتساعدك تعرف الوضع المالي لشركتك، يعني بتدي لك فكرة واضحة عن قدرة الشركة على تسديد ديونها، وكمان بتوضح قيمة الشركة نفسها. خلينا ندخل على الجزء العملي. الملف اللي قدامنا مصمم بشكل احترافي وسهل جدا لأي حد يستخدمه. هوريك دلوقتي المميزات الرئيسية فيه. عندك أول حاجة شيت انبوتس، ودي واجهة المدخلات. هنا بتدخل البيانات الأساسية زي بداية ونهاية الأرصدة لكل من الأصول والإلزامات وحقوق الملكية. يعني ببساطة مجرد ما تدخل أرقام كل حاجة بتتحسب تلقائي. كمان عامل لك داشبورد. الداشبورد ده بيوضح لك كل البيانات بشكل بصري باستخدام الجداول والرسوم البيانيه، وكمان ممكن تشوف نسب زي نسب السيوله الكارنت ريشيو ونسب الدين زي الديت ريشيو، وده بسهوله جدا. وخلينا نفصل اكتر اهميه الداشبورد. بتدي لك رؤيه سريعه، يعني بتقدر تشوف مقارنه ما بين بدايه ونهايه الارصده للاصول وكمان الالتزامات وحقوق الملكيه، وده من خلال الرسوم البيانيه. كمان عندك تحليل نسب الماليه زي نسب السيوله اللي بتبين لك قدره الشركه على تغطيه الالتزامات قصيره الاجل، فلو القيمه اكتر من 1 ده طبعا مؤشر ايجابي. وكمان عندك نسبة الدين، ودي بتوضح نسبة الأصول الممولة بالدين، فكل ما كانت أقل من 7/10 ده معناه إن المخاطر المالية أقل. وكمان عندك نسبة الدين لحقوق الملكية، ودي بتبين قد إيه المركز المالي للشركة معتمد على التمويل بالدين. وكمان ضايف لك رأس المال العامل الوركينج كابيتال، وده بيوضح إذا كان عندك سيولة كافية لتغطية العمليات اليومية ولا لا. وكمان في تفصيل للأصول والالتزامات، يعني كل اسم متقسم لشرايح زي النقدية، ديون قصيرة الأجل وغيرها، وده علشان تقدر تاخد نظرة واضحة على كل بند. كمان عندك من هنا في نموذج الطباعة لبرنت فور، يعني لو محتاج تطبع التقرير ده وتقدمه لاي جهه النموذج ده جاهز، هيطلع لك قائمه المركز المالي بشكل منسق وجاهز للتقديم. خليني اوريك خطوه بخطوه ازاي بتدخل البيانات وتشوف النتائج فوريه. الملف مش بس بيساعدك تحسب الارقام، ده كمان بيعمل تحليل تلقائي لكل النسب الماليه المهمه، يعني بيوفر عليك وقتك بدل ما تعمل حسابات يدوي، وده طبعا مناسب لاي حجم شركه سواء صغيره او كبيره. تخيل انك بتدير شركتك وبتفكر تاخد خطوه جديده زي الاقتراض او الاستثمار في مشروع جديد، بس قبل ما تاخد القرار ده لازم تسال نفسك المركز المالي للشركه عامل ازاي. المركز المالي هو البوصله اللي بتوجه قرارات التمويل بتاعتك، وبيجاوبك على اسئله كتير زي هل شركتي مؤهله تاخد قرض بفوائد منخفضه؟ طيب هل الاصول عندي كفايه علشان تغطي الالتزامات؟ طيب هل المستوى الديون عندي طبيعي ولا في خطر؟ طبعا المركز المالي بيأثر على قرارات الاقتراض، يعني لو شركه مركزها المالي قوي بتقدر تاخد تمويل بسهوله وباسعار فايده كويسه، لان البنوك والمستثمرين بيشوفوها كشركه موثوق فيها. اما الشركه اللي مركزها ضعيف ممكن تواجه صعوبات في التمويل او تضطر تدفع فوائد اعلى. كمان في تحديد المخاطر، المركز المالي بيكشف مستوى المخاطر اللي الشركه بتتعرض ليها، فلو الالتزامات اعلى بكتير من الاصول ده طبعا مؤشر ان الشركه عندها مخاطر ماليه كبيره او ممكن تواجه ازمه في المستقبل. كمان العلاقه ما بين الديون وحقوق الملكيه، فلما تكون ديون الشركه اعلى من حقوق الملكيه ده طبعا معناه ان هي معتمده بشكل كبير جدا على التمويل الخارجي، وده بيزود احتماليه التعثر لو حصلت اي ازمه. وخليني قبل ما اقفل الفيديو اقول لك على الاخطاء اللي ممكن تسبب مشاكل في قرايه المركز المالي. عندك اول حاجه التفسير الخاطئ للاصول المتداوله والغير المتداوله. كتير من الناس بتلخبط ما بينهم، مع ان الاصول المتداوله زي النقديه والمخزون بتتغير بسرعه، اما الغير المتداوله زي العقارات بتفضل مع الشركه لفتره طويله. كمان عدم التفريق ما بين الالتزامات قصيره الاجل وطويله الاجل، لازم تعرف الفرق ما بين الاثنين. الالتزامات قصيره الاجل زي فواتير الموردين، وطويله الاجل زي القروض اللي مدتها اكتر من سنه. وللاسف ناس كتيره بتهمل تحليل نسب الماليه زي نسب السيوله اللي بتقول لك لو الشركه تقدر تغطي التزاماتها اليوميه ولا لا، وكمان الاعتماد على ارقام قديمه. المركز المالي بيتغير بسرعه، ولو الارقام ديت مش محدثه ممكن تخدعك. كمان تجاهل تدفق النقديه، لو الفلوس واقفه ومش بتتحرك ده معناه ان عندك مشكله حتى لو عندك اصول كويس. فاللي انا عايز اقوله لك ان المركز المالي ده مش معمول كده عبثي، المركز المالي بيحذرك من الازمات. يعني لو في نقص في السيوله، لو الاصول المتداوله اقل من الالتزامات المتداوله، الشركه هتلاقي نفسها في ازمه ومش هتقدر تسدد ديونها. كمان ارتفاع نسبه الديون لما
لما الديون تبقى عاليه مقارنه بالاصول ده بيزود احتماليه الوقوع في التعثر. وبرضه لو حقوق الملكيه ضعيفه معناها ان الشركه مش مستقره على المدى الطويل وبتواجه خطر كبير. وعشان تكون فاهم المركز المالي بيختلف حسب القطاع، يعني الشركات الصناعيه مثلا بتعتمد على اصول غير متداوله زي المعدات والالات، علشان كده تحليل المركز المالي بيكون مختلف عن الشركات التانيه. وكمان الشركات الخدميه تركيزها اكتر بيكون على الاصول المتداوله زي النقديه لانها بتحتاج سيوله فوريه. وكمان عندك الشركات الصغيره والمتوسطه بتواجه تحديات اكبر في اداره السيوله وممكن يكون عندها مشاكل في التعامل مع الديون. وخلي بالك ان المركز المالي برضه بيساعدك في التخطيط، يعني بيخليك تعرف تحط خطط نمو. المركز المالي بيقول لك لو شركتك تقدر تستثمر في توسعات جديده او لا، كمان في تحديد اولويات الاستثمار زي شراء معدات او الدخول في اسواق جديده، وكمان تحسين الهيكل المالي عن طريق تقليل الديون وزياده حقوق الملكيه علشان تقلل المخاطر. اللي انا عايزك تعرفه ان المركز المالي هو المفتاح لنجاح اي شركه، فركز دايما انك تفهم مركز شركتك المالي كويس لان هو اللي هيديك القدره انك تاخد قرارات مظبوط وتحافظ على شركتك وتتجنب الازمات. في النهايه الملف ده اداه احترافيه هتوفر عليك وقت ومجهود كبير وكمان هتديك نتائج دقيقه جدا. فلو مهتم تستخدم الملف ده في شغلك تقدر تشتريه دلوقتي بسعر رمزي جدا $2 بس. هتلاقي الرابط في الوصف تحت. او ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكمان يا ريت تنضم لقناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك تحت في الوصف، وده علشان تقدر تاخد كل المصادر اللي تساعدك في شغلك. شكرا جدا ليك واستنى الفيديوهات الجايه بمحتوى اقوى ان شاء الله. سلام.